ايش أنا فرق السن نتكلم بين تاني. بعض؟ كتير. يعني الضعف في 2. انا في الحساب مش في الحساب ضعيف. ضعيف. طيب انا 78. 78 سنه. في واحد بيقول كده بيتباهى. ما شاء الله عليك. عندما تتباهى بسنك يعني تعرف ان انت رغم ان انا مثلا يعني انا من 18 اشهر جالي حاجه اسمها الحزام الناري في ظهري هنا، اثر عليا وبتاع. في الوقت ده كنت اثر أنا عليك في ايه؟ لا مش في ايه، خلي دي بعدين. لا 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 لا. ما اثرش عليه في حاجه يا استاذ توني. اهي هترد عليك وانت هتغرقني. ما ايه اللي اثرش عليه في حاجه، هتغرقني؟ بالعكس. انا اصلا من الاول حتى كنت بقول للبنات انا احسن حاجه انا عايزه اتجوز حد كبير، اللي هو الواحد يعيش في هدوء، في عيد الشباب ومشاكل وقرف انت يعني حضرتك ما خفتيش تاخد واحد سنه 78 سنه؟ إيه؟ ما فكرتش انه ممكن تتحول من زوجه الى ممرضه؟ يعني لا، ان هو اخدني علشان عاوز واحده تخدمني، عنده الشغالات وعنده البواب وعنده مرات البواب وعنده المكواجي وعنده الطباخ وعنده السفراجي وعنده كل دول مرصوصين في البيت، كل حد موجود في البيت بيعمل حاجه. لكن هو مش جايب ممرضه، لو عايز ممرضه هيجيب ممرضه من المستشفى بطقم كونسولته كامل. بقالكم قد ايه متجوزين؟ كده قد ايه؟ مش هغششك، قولي. لا يعني تقريبا من شهر، ما كملناش لسه سنه، قريب. هتطلقوا امتى؟ لا مش هنطلق ان شاء الله، لاست وايف. والله طلق في ايدها. ازاي الطلاق في ايدها؟ هقول لك حاجه، بتعمل حاجات كتيره بتنرفزني. فجيت قلت لها مبدا عشان افهمك ان انا كنت بتجوز واطلق، انت فيك حسنات كتيره جدا، والعيب اللي فيك ان هي عندها ظروف شغلها بحاجات يعني كانت بيزنس وومن، كانت سيده اعمال وكان فهي بتخلص كل ده وبتاع عشان تتفرغ. هي قدامك تعرف اذا كنت انا عايز استمر ولا لا، وهي تعرف اذا كانت عايز تستمر ولا لا. النقطه الوحيده اللي كانت مخوفاني اصلا من حلمي في البدايه هي جوازاته. مزواج. ايه، وانا حتى قلت له احنا هنتجوز يعني النهارده ونطلق يعني يطلع بكره. في راسه انه عاوز يطلق على سبب لا. من دون اي سبب. لا بعد 20 يوم علق الورقه على الباب لا يا استاذ توني، خلاص. لا يا استاذ توني، هيك هو الورقه قال. اللي كانت على الباب اصلا اتشالت كمان. اتشالت؟ اتشالت. حلو قوي. رايح فين جاي منين؟ راجع تسأليه الساعه الساعه كام؟ تساليه دلوقتي جاي رايح. اتشالت اصلا. راجع الساعه كام انت طالع؟ دي اتشالت من على الباب اولا، لان في حريه اصلا ما بيننا في التعامل، وفي ثقه كبيره جدا. من خلال انا سالته السؤال ده، قلت له انت هتتجوز النهارده وتطلق تاني وانا مش مستعده ان انا اتجوز واتطلق. سكت، قال شوفي ما بيدافعش عن نفسه على فكره. هو ممكن يدافع عن حد او يبقى جريء في التلفزيون، لكن ما بيدافعش عن مستعده نفسه. تخلفي منه؟ انا كنت الشهر اللي فات حامل وربنا ما اردش، نصيب من عند ربنا. مفيش مشكله. عايز ايه تاني؟ السفر على الطريق رايح جاي.